بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وعرض جديد. النهاردة العرض بتاعنا في الزمالك على نيل مباشر. ده كده المينا ريسبشن. احنا هنا معانا شقة في منتهى الرقي والفخامة والجمال في الزمالك على النيل مباشرة. بتتباع برضو ببعض الأساس، ممكن بعض الأساس وممكن بدون. ده الريسبشن من زاوية تانية، جمال ورقي ومصاريف رائعة. ركزوا في التفاصيل لأنها كتيرة وفيها ذوق راقي وفيها رقي مش طبيعي. أرضيات رخام مستورد. أنا مستني الفيو ما الليل يليل علشان تشوفوا عظمة الفيو بالليل. تعالوا نروح للفيو ونستمتع بجماله. لا تقولي دبي ولا أوروبا، ما شاء الله. ذوق عالي وجمال طبيعي منقطع النظير. أيوة، دي طرق التوزيع، تفاصيل جميلة. الرخام ممتد معانا. هنمشي، هيقابلك على اليمين المطبخ، هندخله دلوقتي ونشوف تفاصيله. على شمالك هيبقى باب الشقة، في الوش باقي محتويات الشقة. يلا ندخل المطبخ ونشوف تفاصيله. أرضية سيراميك، شكله كده حجري. هنطلع بالكادر. ده المطبخ الخشب، تفاصيل كتيرة جميلة. هنا في ترابيزة طعام صغيرة، هنا البوتاجاز وحوض الغسيل والسخان، طبعا المكيف وشباك. طبعا الشباك ده باصص على النيل. دي الترابيزة بتاعت الطعام الصغيرة. هنا برضو تخزين والتلاجة، تلاجتين أو تلاجة وفريزر. في الإجمال المطبخ مساحته تحفة، هيوفي معاك كل الأغراض. كده خلصنا المطبخ، هنطلع من المطبخ على طرقة التوزيع مرة تانية. ده كده مراية محطوطة
معمولة دولاب، هنفتح دلوقتي ونشوف. فتحنا. معمولة فكرة حلوة، تعلق فيها الجواكت في الشتاء ورا الباب مباشرة اهو، فكرة هايلة. هنقفل، هنكمل. هنا في جملة حلوة على الأرض في الرخام، بترد عليها في السقف النجفة مع تدخل. هنا برضو مراية، بس هنا بقى الكهرباء، العداد ومفاتيح المفاتيح. نقفل تاني. بعد كده هيجي لنا الحمام الأولاني، حمام صغير للضيوف. بنكمل. دي أول أوضة، معمولة مكتب، جميلة جدا جدا جدا. استغل فيها الكيرفات الموجودة في الأوضة، بصراحة عجباني جدا. فيها شباك وفيها دواليب بيلت ان اهي. طبعا دي زاوية تانية عكسية بين التكييف وباب الأوضة، باب كبير. تمام. نخرج ونكمل. باب الأوضة دي جرار. هنا في باب حلو قوي عليه شغل ازاز معشق مشغول، تحفة. الباب ده اللي في النص بيقفل، بيسنتر باقي الأوض وبيفصلها عن باقي محتويات الشقة السابق تصويرها. هنا على الشمال ده باب اللي بيطلعك على الخدمات بتاعة العمارة. طبعا الشقة فيها غاز طبيعي. فتحنا الباب، دي مساحة صغيرة للتخزين. الباب التاني ده بتفتح علشان تحط الزبالة في المكان المخصص ليها، ويطلعك على أسانسير الخدمات وسلم الطوارئ. هنقفل بقى هنا تاني. ونرجع نكمل باقي محتويات الشقة. وانت بتدخل العتبة دي، الباب اللي هو صورناه فيه شغل ازاز، هتلاقي الحمام التاني. الحمام التاني مساحته حلوة ومستغلة جيدا برضو. هنا في غسالات، تمام، فوقيها مسطح رخام. بعد كده الحوض، تحتيه وحدة من الأدراج والضلف والبرواز أو تابلو المراية. هناك القعدة، ودي كابينة للدش. مساحته حلوة ومستغلة جيدا. طبعا خلف الباب هنا في وحدات تخزين اهي، تبان من فوق بطول الحيط من وراه. وهناك اهو برضو في وحدات تخزين اهي، ما صورناهاش. اوكي، نرجع تاني عشان نصور الطرقة دي والشغل اللي في السقف. بعد كده نخش على الغرفة التانية. دي غرفة نوم عادية، مساحتها حلوة. دولاب بيلت ان، أرضية باركيه حالته ممتازة فوق الممتازة، لا محتاج تلميع ولا قشط ولا حاجة. السقف برضو جميل، فيه ألوان حلوة. الأوضة برضو فيها شباك، نلقي نظرة على باب الأوضة، برضو فيه شغل الإزاز، فوق منه تكييف. بعد كده نصور الدولاب. دولاب كبير جميل، فيه تسريحة من جواه، تفاصيل فيه كتيرة، لونه حلو مع الإضاءة. الأوضة إجمالا فيها بهجة كده وروحها حلوة وشكلها جميل. خلصنا الأوضة دي، هنطلع على الأوضة اللي بعدها. تمام. هناخد الأوضة اللي على الشمال الأول، وبعد كده نرجع على اليمين. عفوا، دايما بتلخبط أنا في اليمين والشمال زي الليمبي كده أو زي عوكل. هناخد الأوضة اللي على اليمين، وبعد كده هناخد اللي على الشمال عشان هي الماستر. ادي الأوضة دي برضو جميلة جدا ومستغلة استغلال جيد. المساحات والكيرفات أو الكورنرز اللي فيها، الزوايا. اوكي، شكلها جميل. الأوضة دي برضو ظريفة، دمها خفيف، روحها حلوة، تفاصيلها جميلة، ومساحتها رائعة.
انتهينا من الغرفة دي، هنطلع على أوضة النوم الرئيسية. الأبواب فيها شغل جميل عاجبني بصراحة، كخامة وكلون وكشكل. دي أوضة النوم الرئيسية. تحفة. الحمام هناك اهو، سرير كبير، فيها دريسنج روم هنشوفه دلوقتي حالا. مساحته كبيرة، عميق، المراية بتاعته شمال ويمين اهو، تمام. تسريحة حلوة. بعد كده هندخل على الحمام الماستر بتاع الأوضة. في سخان بتاعه، في كل الاستعدادات. برواز حلو طبعا، جميل اهو. 2 حوض، طقم خلاطات رائع، وحدة تحت الأحواض جميلة. الجهة المقابلة في دولاب تخزين أموات، وفي الكابينة بتاعت الشاور فيها بانيو. طبعا هنا بيدخل شمس، بيدخل هواء جميل. شقة جيدة التهوية، شقة صحية تماما. وبكده نكون خلصنا محتويات الشقة. الشقة أنصح بشرائها، هي مساحتها 250 متر على النيل في الزمالك، مسجلة شهر عقاري، دور مرتفع، عشان كده الفيو تحفة. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.